صباحكم فل. النهارده طبعا الشمس منورانا. النهارده درجة الحرارة يا جماعة 10 يا الله، من -10 ل10 20 درجة. يا سعادتنا، يا هنانا، يا عظمة وقدرة الخالق. شكرا يا رب، شكرا. جميل الجو النهارده جدا جدا جدا، وانا النهارده في بورنا. عندي النهارده شغل في بورنا. النهارده عايزه اكلمكم على الالمان، طباع الالمان. الالمان شعوب غيرنا تماما يا جماعه، ومش غيرنا لان هم يعني عن قصد غيرنا، هم طبيعتهم غيرنا، فبالتالي تصرفاتهم وتفكيرهم وانفعالاتهم ورد فعلهم وتصرفاتهم غيرنا تماما. المشكلة مش في ان هم غيرنا تماما، المشكلة في اننا ازاي نفهمهم. بلاقي دايما اختلاف شديد بين فكرنا وفكرهم، وازاي احنا نفهم هم قصدهم ايه. يعني انا النهارده لما اعمل تصرف بينم على اللي انا اقصده، لا، في الحالة دي مش بينم على اللي انا اقصده معانا، لان هم بيقصدوا حاجة تانية معانا. فاحنا بناخدها زي ما احنا فاهمين من معتقداتنا ومن ثقافتنا، وهم واخدينها من اتجاه تاني تماما. فمفيش تقابل، مفيش تقابل، لان احنا مش فاهمين هم بيفكروا ازاي، وهم كمان مش فاهمين احنا بنفكر ازاي. لذلك بعمل البودكاست بتاعي وبعمل صباحكم فل علشان اقرب ما بيننا وما بينهم في الفكر وفي الثقافة، عشان احنا عايشين مع بعض. ما ينفعش اتنين يعيشوا مع بعض كل واحد في اتجاه ومش عارفين يتقابلوا في نقطة. لازم نتقابل في نقطة. بلاحظ كتير قوي ان احنا ما بنفهمهمش صح، وهما كمان ما بيفهموناش صح. هما بيحترموا مثلا حاجات احنا عندنا في ثقافتنا عادية، ما يعني التقدير ليها مش عالي. يعني احنا مثلا ممكن نيجي في ميعاد متأخر 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، لو قلنا على أقل تقدير يعني 5 دقايق. ال5 دقايق دي عند الألمان عظيمة جدا، يعني حاجة وحشة جدا. يعني انت لو جيت دقيقة بعد ميعادك فهي وحشة جدا. تخيل الدقيقة اللي في انت عندك عادي دي دقيقة، هو عنده دقيقة كبيرة. كنت دايما لما اخد كورسات ألماني احاول افهم، فاقعد يعني اعمل استفزاز عشان افهم ما وراء الشيء. فاقول للمدرسه ياه، دي الساعه خلاص مثلا 8 الا 3 دقايق، ازاي الناس ما جاتش؟ فتقول لي لسه في 3 دقايق. اقول ياه، هما ال3 دقايق دول حاجه كبيره قوي عندكم كده، يعني اللي هو سايبين لهم براح لسه هيجوا براحتهم. احنا بنيجي قبلها ب10 دقايق، ربع ساعة، عشان يعني نبقى محترمين ومنتظمين وجايين في 3 دقايق لسه. فنقطة الوقت دي من الحاجات اللي هم يقدروها جدا جدا. عشان كده لما نروح ميعاد ومثلا اللي هيجي هترجم له عربي، فتيجي الميعاد، انا بروح قبل ميعادي دايما 10 ل 15 دقيقة. احسن حاجه تحصل في الطريق لحسن اتاخر، لا، يعني لازم ابين لهم الانتظام والدقه في المواعيد. هم بيحترموا ده جدا. بص الاقيه جاي مثلا اقول لها لا لا هم عرب، طب استني شويه عليهم، يعني 10 دقايق، ربع ساعه، هيجوا. وفعلا بعد 10 دقايق، ربع ساعه، نلاقيهم جم. فاقول لها معلش، اصل احنا ثقافتنا غير ثقافتكم، واحنا عندنا ده مش يعني حاجه طبيعيه، وهنا طبعا مش بلادهم، والمواعيد ما بيعرفوش يظبطوها قوي، يعني عايزين وقت عبال ما يتعلموا. فاقصد اقول لكم ان في نقط احنا ما بناخدش بالنا منها، هم عندهم عظيمه. كمان احنا بناخد بالنا من حاجات تافهه فيهم، هم عندهم الحاجه دي تافهه اساسا، يعني اللي هو مش هيفكر فيها. احنا بقى نقعد نفكر ونحلل ونكبر ونعمل تحليلات ونسأل الناس وليه عملوا كده. يا جماعة الناس ابسط من كده بكتير،
ابسط مننا بكتير جدا جدا جدا، ابسط بدليل ان هم بيعيشوا يومهم بيومهم، ما بيفكروش للمستقبل البعيد، الا لو في الاورلاوب. يعني في الاورلاوب ممكن يحجزوا قبلها بسنه او بسنه ونص او بسنتين كمان، لكن في الحياه هم بيشوفوا يومهم بيومهم، وهم بساط جدا في التفكير، هم بساط في ال يعني ابسط. انا لما بشتغل معاهم بحس براحه كتير في الشغل. ليه؟ لانهم اولا بسطة جدا، بيتعاملوا ما فيش هيرارشي، يعني ما فيش مستويات، انت مدير عام وانا رئيس اداره مجلس اداره وانا كذا وانا جاي اعمل لك. لا، كلنا زي بعض، اقل واحد زي اعلى واحد زي وسط، كله زي بعض. النقطة دي بحبها جدا في الألمان، بساط بساط بساط، بياخدوا الحياة ايزي ببساطة، ما عندهمش عقد. احنا العرب عندنا عقد كتير الحقيقة، بنقعد نفكر في حاجة 100,000 مرة، ونجيبها من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن قدام ومن ورا. وليه قال لي كده؟ واصله زي اللي قال لك في الفيلم، اصلها اتكت لي على السين. سين؟ سين ايه يا حاجة؟ مفيش سين اصلا، هو مش في دماغه سين كده يعني. فارجوكم، هو ده للاسف مش هيجي الا بالاحتكاك. عشان كده انا بسهل عليكم، لان في ناس كتير ما بتحتكش بالالمان برغم من ان هم عايشين في المانيا وعندهم حياتهم اللي بقالها سنين، الا انهم عايشين في مجتمعاتهم ما زالوا، في بيتهم ما زالوا، ما فيش بينهم وبين الالمان اتصال. فعشان كده انا جايبه لكم البودكاست بتاعي، وجايبه لكم صباحكم فل كل يوم، علشان اقرب لكم اللي انتوا مش هتعرفوا توصلوا له دلوقتي، على الاقل ممكن توصلوا له بعدين، لكن انا بقربه عليكم وبسهله عليكم وبقوله لكم بلغتكم، وبقوله لكم بالطريقه اللي انتوا تتقبلوها وتفهموها من ثقافتكم. فحاولوا تراعوا حته المواعيد، حاولوا تراعوا ان هم ما بيقصدوش اكتر من اللي بيقولوه. يعني لو هو راكن جنبي لازق فيا مش هيعرف يخرج اساسا، حاولوا تاخدوا اللي هما بيعملوه ببساطة، ما تعمقوش وتعملوا أبعاد لكل فعل بيعملوه، لأن هما أسهل وأبسط مننا وما بيقصدوش ده. صباحكم فل، رشا أمين من ألمانيا.